السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهاردة كده الفيديو بتاعنا جميل جدا. هنعمل مع بعض ايه الوصفة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. وصفة حلوة وجميلة جدا وبيضة واحدة كمان هنعمل الوصفة الحلوة دي. وهتنفع كمان للعشاء وللفطار ولأولادك في المدرسة للسندوتشات. يلا بينا كده هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا كده بيضايه، معايا 3 حبايات كده من الكوسه. الكوسه بصي، عندي الكوسه بقى ايه فايضه معاكي كده من طبيخ من حشو من اي حاجه، بدل ما ترميها هتعملي الوصفه الجميله اللي انا بقولك عليها دي. خلاص شايفين يعني الكوسه دي انا كنت جايباها لطبيخ يعني وفاضوا معايا دول، قلت بقى ايه نعمل الوصفه الحلوه اللي انتوا ايه شفتوها معايا. خلاص. طبعا ايه انا غسله الكوسه كويس جدا، وهنجيب المبشرة وايه وهنبشرها مع بعض. طبعا هشيل كده الحتة اللي من فوق والحتة اللي من تحت دي، وهنبشرها كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة في الوصفة دي ان انتي تبشريها كده عشان تبقى حلوة معاكي كده لما تيجي تاكليها يعني. طبعا ايه ما تقشريهاش، هتبشريها كده بقشرتها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. والله كانت طعمها فظيع جدا جدا وحلوة جدا. ولو كمان لو انت كمان زهقتي من الطعمية والحاجات دي، الوصفة دي جميلة جدا جدا جدا. اهو خلاص خلصت الكمية يعني ال3 كوسات كده اللي معايا. معايا بصلاية كده صغيرة، يعني مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، حسب كمية الايه الكوسة اللي عندك او اللي هتعمليها. خلاص هبشرها كده. بصوا كل حاجة كده هتبشريها على الايه على الكوسة. ومعايا كده قرن فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين هقطعه برضو ايه عليها. لو انت يعني عايزاها حراقه كده وسبايسي قطعيه عليها كده الفلفل الاخضر يعني. اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهحط كده ايه مقدار فص توم كده. ايه ما كنت حاطاه في الفريزر يعني. حط كده فص توم، لو انت ما عندكيش في الفريزر قطعي كده فص توم، او ايه اطحنيه كده في الهون وحطيه يعني. خلاص يعني هو عامة التوم والبصل بيديها نكهة حلوة جدا للوصفة بتاعتنا الجميلة دي. وهنزل كده بالبيضاية اللي بقول لكم عليها. لو انت حابة تحطي بيضتين براحتك، انا بستكفي كده ببيضاية واحدة عشان عامة مش بحب البيض الكتير في الاكلات اللي زي دي. احط كده التوابل، احط كده كمون، احط فلفل اسود، واحط ايه حبة كزبرة والملح. هي دي التوابل بتاعتنا اللي انا ايه حطيتها كده في الوصفة دي. خلاص. لو انت كمان عندك بيكنج باودر، حطي نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، هتخليها نفل كده وحلوة وتتنفخ معاكي في الزيت وتبقى جميلة. قلبي كده البيضة في الكوسة والتوابل اللي انتوا شايفينها دي كده كويس جدا لغاية ايه الكوسة هتلاقيها ايه نزلت مية بتاعتها كده في الايه في الطبق اللي انتي عاملة فيه يعني. خلاص هتكوني بقى ايه مجهزة الدقيق. هتحطي 4 معالق من الدقيق او 5 حسب ايه قوام الخلط الوصفة بتاعتنا او الخلطة بتاعتنا. خلاص هحط 4 معالق من الدقيق وهقلب لما اشوف بقى ايه القوام بتاعها كده بقى حلو ولا لا. ونشوف يعني انا حطيت 3 معالق وهحط تاني معلقة تاني يعني. كل ما تقلبي كده لو لقيتيها سايله معاكي حطي دقيق، لو لقيتيها مظبوطه العجينه بتاعتنا بقت حلوه كده وجميله خلاص كفايه كده وهتبقى حلوه يعني للقلي. خلاص قلبي كويس جدا جدا عشان طبعا ايه الدقيق ما يبقاش مكلكع فيها كده ويبقى ايه شكله وحش. خلاص قلبيها كويس جدا. بصوا انا لقيتها سايل شويه، حطيت لها معلقه دقيق تاني. لو بقول لك كمان لو انت كمان عندك بيكنج باودر هتبقى فظيعه وحلوه جدا جدا. اهو قلبي كويس جدا ويلا بينا كده على الزيت هنقلي مع بعض بالمعلقه برضو كده. وهنقلي كده زي ما انتوا شايفين في الزيت شايفين. والله كانت فظيعة وكان طعمها حلو وريحتها تحفة. اهو شايفين زي الطعمية بالظبط يعني ايه. يمكن كمان احلى من الطعمية كمان. جربوها بجد يعني ايه وصفة حلوة جدا جدا. وبيضة واحدة كمان يعني ايه مش هنكتر بيض. طبعا البيض اليومين دول غالي جدا. بيضاية واحدة هتعمل لك الوصفة دي وتبقى حلوة معاكي كمان. اهو كده بالمعلقة كده وحطي كده في الزيت. شايفين. لو وصلتي معايا كده للايه للفيديو حطي بقى لايك للفيديو او للوصفة الجميلة دي. فضلا منكم والله بجد نفسي كده القناة تكبر بيكم.
ونكبر مع بعض كده. القناة يعني أنا بقى لي 4 سنين فاتحة القناة، نِفْسي كده تكبر والله العظيم بجد يعني مش عارفة القناة مالها. أتمنى كده يعني لو وصلتوا معايا كده للفيديو الوقت دوّة، حُطّي كده لايك للفيديو عشان اللايك ده طبعًا بيعمل إيه، بيرفع القناة وبيرفع الفيديو. فضلًا منكم يعني تكبّروا لي القناة كده وإيه وتشجعوني. أهو كده طبعًا حطيت الكمية كلّها. هابتدي بقى إيه أقلّب كده، شايفين متماسكة وحلوة ومنفوخة معايا كده، وكان شكلها حلو والله العظيم بجد. جرّبوها طريقة حلوة، وكانت وصفة جميلة وطعمها جميل جدًا. البصل والتوم يعني إيه مخلّيين للكوسة طعم فظيع وحلو جدًا. أهو كده. بُصّوا بعد ما أخدت اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده، هاطلّعها برضه عشان إيه ما تتحرقش مننا، وتاخد لون إيه غامق كده، وهيبقى إيه طعمها مش حلو معانا. خلاص هو ده اللون الحلو المناسب ليها. طبعًا خلّصت الكمية كلّها، ودي الكمية بعد ما قليتها كانت حلوة جدًا، شايفين عاملة إزاي؟ والله بجد وداعًا بقى إيه للطعمية بتاعة كل يوم، نغيّر بقى في العشا، وتنفع كمان لأولادِك في المدرسة في الساندوتشات. حلوة جدًا، جدًا، وكان طعمها فظيع. بس عامةً الأكلة دي ما تتاكلش باردة، لازم تبقى سخنة كده أول ما تقليها، لازم تاكليها على طول، بتبقى حلوة وتحفة وجميلة. يعني هي الأكلة دي ما تتاكلش غير وهي سخنة. شايفين؟ يعني أنا مش مستحملة بصراحة، تحفة وجميلة جدًا، جدًا. جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم أوي. أتمنى منكم لايك للفيديو وشير للقناة لأعمال إيديّا مع أم كريم. باحبكم في الله، أحلى أخوات وأحلى متابعين، وما تنسيش اللايك من إيدِك الجميلة للفيديو الجميل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.